تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. المنظومة البيقونية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مصطلح الحديث يشير إن شاء الله. الحديث العزيز والمشهور. ذاك شي حديث عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مروي فوق ما ثلاثة. عزيز بوغا ديتن برداتن حديثتو إذا شم يقام. مشهور بوغا برداتن حديثتو قانصو بوجار. То есть تحن أورونيا تحن غينا تحن سلويا دوغي. تعريف الحديث العزيز والمشهور. وقشين حديث نبردليني. الحديث العزيز عزيز حديث خدو هو الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. يحدث تو شيبرداتشيك شنل كزك تخلشا سندي مصو قاسلو سلاياشكا مصو سلاياشكا يعني например то есть он لاش تكودو لا يوجد في طبقة من طبقات السند. то есть цехилара تحنا سلوياها из цепочки سلاياشكاها أقل من اثنين شنل كزك تعتقدر. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر. أكساتنا يسكرينيها هورا تحيولا سلاياشكاها إتسندي قوة تلسوا إتسوا عزيز دولشو نادوخشتاتي حديث بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. أصلويت ختاب تحصلو يسنا يسيشو تعور ونسيشو شين توحا شيء وش برداتشيك. لأن العبرات لأقل طبقات من طبقات السنة هند أجتدن ببيشتقوغ الأخر سلويو إس تسيبوشكي سلاياشخ إسلوي غيو تحن غينا خل ولا أقشي برداتشيك وقي. например так هوك مثل دوقع دالين например وقشايا وريو مثال العزيز عزيز حديث المثل حديث الشيخين تس بخاري مسلم سديس حديثه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنس يقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يلشنو إليراد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. شوخ إيمان قوش عني خردات سوشن أنجر جو يزدسا شبير يلا دينين يلا مصو أدملا. رواه عن أنس يقرديتنا قتادة وعبد العزيز ابن سهيب هقشم ديتنا وتارق تصلوي قتادة عبد العزيز ابن سهيب تصلوي أشيء وقوقع شموتشن قرداتنا حديث. ورواه عن قتادة يقرديتنا شعبة وسعيد هقشم ديتنا. ورواه عن عبد العزيز ابن سهيب وقتادة تيويتنولو تنقر ديتنا إسماعيل ابن علية وعبد الوارث هقشم ديتن تشيء. ورواه عن كل جماعة وقع وجه كاج دي تشنقر مسيطن دي اشتا ديتن قبول علم شنا ديتن باخ هرأت المسل دو. الحديث المشهور تاق مشهور حديث ملوك ما رواه ثلاثة فأكثر إذا قام لقي صوب والجاديتنا حديثه في كل طبقات السند أقا كاج دي سيبوش سلايها كروتش قول سوغل يشوق ما لم يبلغ حد التواتر. то есть تواتر границы, то есть تواتر خلش متي قاتشتس إتقاتش جاقين قوليز то есть دقوق البيش متكوزة. وما في النظم ليس على المشهور تحقق نظما قاعدين جاء
تشيتوخ نظما شو دالي نجا غير دال لجا عين مش نقعها في مصطلح الحديث مصطلح الحديث علما غير دال لجا إذا تبقى هو قال لك وقد صححه الشيخ عبد الستار أبو غدة فقال مشهور دجا غير دال لجا نيستو ألا هو علم تكبر سؤال عزيز مروي اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة ألتو. То есть هق نزمن شعا نزمن قاوي دالي نجا نتشالي أق دوشتولا غير دال دول دوق دقيلشتولا هو إزدات باخوقا то есть مشهورا قا دقيلشتك هردو عزيز مروي اثنين يا بحاثة عزيز بوغا شمديس نقدون يا بحاثة то есть علم وقشوق حكومة دعوة لك مشهور مروي عن الثلاثة مشهورة إذا قان قرديس نقدو بأخوه مثال المشهور مشهور بوشن مثال خدو مشهور بوشنا تن بريميرا حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله علم حبيب سادات لا يشكر حدا قرت ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أما تو علم حبيب سادو علمنا حيترس تو يسوش بلرت حتى إذا لم يبقي عالما تاكشتو توتسع عالم تاك دنيا دعتسويس تنشغينا اتخذ الناس رؤساء جهالا ناغا قشن حلغر إمام شكوال ناخا ويسبو جاهل شسا علم دوش فسئلوا تارك خطر دو تار فأفتوا بغير علم تاق فتوى أشلو دو تار خاشو ما دوش فضلوا وأضلوا شاشتل ربو إشقين اشتل بير بو تار هراتشن مسل دباخ حكم العزيز والمشهور هقشني حديث حكم هدو الصحة أو الحسن أو الضعف صحيح دول حسن دول ضعيف دو بحسب الرواة في الأسانيد شيء سنجك عابوش بلا برداتشك حاجة نقص الحديث المعنعن والمبهم تقرشي حديث معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسمى معنعن دو عن سعيد عن كرم تشت عن بوش حدوش دول حديث تقص ومبهم ملقدو ما فيه راو لم يسمى شين توحى تعبير داتشيك وشا تياخنا وشنا مبهم والله تعريف الحديث المعنعن معنعن حديثنا أبردليني المعنعن بفتح العينين شي عين دي فتح الواقع ده شي معنعن هو الحديث يحدث الذي يقول فيه راو واحد من رواته أو أكثر يحدث شي توحى تعبير داتشيك و يمسيت تمو عن فلان عن فنتويست حينيخ تشنجر ديس حينيخ تشنجر عن ديس نقصو حدثنا تبوتو إلي بروست عن فلان لقصو من غير بيان لصيغة التحديث أو السماع تاق بالقلت صداقش ورجيني تويست حدث اللي سمع ألا يشد وش تدالوش واكتفى الناظم عن تعريفه بالمثال فقال وقنزمن شو إتشن أبردليني أحا مثل ثاني أبردلينينا تنستو أنبنا تصباحا كعن سعيد عن كرم اشتالقتو عن سعيد عن كرم تست سعيد أتكرم اشت حكم المعنعن حكم هدو يحكم على المعنعن باتصال بشرطين معنعن حديث اتصال تبوش خديات ذكر الحكم ده شيء وصلوا باخ سلامة معنعينه عن من التدليس معنعن حديث ديس نقو معنعين حلغنك то есть معنعين حديث دوش وغ المرش خلره بيش بواتر بوغدون شاو تعوين خيج بول بيش باتيس بروست تيبوش كير تعويق حق تسوي شوغ например تعهم قيل دوق شوغ تنخ مدلس وول تدليس بوكوانا بيش بواتر دوي نو تعهم هولدر دوغس то есть передатчика هم ديش ويشغل شوات كسكولوجي نقعسن اشتي ويشوات تو عن دالين حديث تبع إذا نرمان حديث خل شغل بشرط ثبوت ملاقاته لمن روى عنه بعن
تاقا إشي غوشقيات خلرا تويست إشي شائعا الحديث برداد دتشنسا غوشقيات خلر جاهد خلر خاش خلر. وهذا شرط البخاري في جامعه الصحيح هر شول نيك أسلوبيو بخاري أسلوبيو هر تسوي صحيح شيء بخاري صحيح غوشلو شيء خليتن. واكتفى مسلم عن الشرط الثاني بثبوت كونهما في عصر واحد. توأم بنا مسلم وشي صحيح دازو تشيناها شولوغ أسلوبيها سترتا إشي تحنخينا عشخلال. То есть يغوشي جنا الغشون داتا تحنخينا إشي عين ولاها توئيتنا صباح. مثال المعنعن معنعن حديثا مثلا قول البخاري في صحيحه صحيح شرح بخاري سالر حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تهروا برو دينير عدتوي. تعريف الحديث المبهم مبهم حديث سبدلاني. الحديث المبهم إذا هو الذي في سنده أو متنه شخص لم يسمى شي سند يعني متن حات شي تيقن ورساتق ويقلق باخ. مثال المبهم في المتن متن مبهم خلرت مثلا حديث عائشة ستيتن حديثتو أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام что какая-то женщина спросила пророка عن غسلها من المحيض. Так и месячный аял шличер глядь. Там лучше хат не бачу. То есть это яхнат цу цучун просто лучше. Это яхнат цу. فقال يا الله خذي فرصة من مسك فتطهري بها. أها تع كوسك تكاني حيت من مسكين. То есть مسك تأخايوشين ده خزعجوش. تنساني تنوية شو تعليج بوغلوغن. واسم هذه المرأة أسماء بنت الشكل هق زوجن جاء هريوباخ قيش حديث عبد القلدال دوز. توقع تياقنات المبهم في المتن أولشن التاق. ومثال المبهم في الإسناد تا إسناد يعها شيء تبوش كع مبهم وش مسألة حديثي مسألة قول الراوي مثلا например تعم передачку حدثني سفيان عن رجل باقوقع. حكم المبهم داقي مبهمي حكم غدو حكم المبهم الضعف. تنا حكم مبهم شاسلاب حديثته إذا كان المبهم في السند نقع سني مبهم شي سند عدد عمتني عدوش ولم يعلم الراوي передачек ويزنا واتع نقع سن وبشي تويزق وين قيج حديث يقول لعدم وروده في طريق أخرى. То есть يتصور بحندوش قيج سند يتصور بحندوش قيج نيتاني يتصور بحندوش. وأما المبهم في المتن فلا يضر. أقيت متن عدوشتل متن وشول مبهم إزو تعديش زيادات لأن المبهم ليس من رواة الحديث هنداج مبهم حديث برداد دينشير غواتيس بروستا كان تكست غاوي. وإذا كان المبهم صحابيا نقع سني مبهم صحابي ولاحا تيقن واتن وأصحاب غاوين فلا يضر داقات عبربليمات لأن الصحابة كلهم عضولهم داجبقي أصحاب شات يشمبو تقع عن رجل أجي عن فلان أجي بربليمات حديث دستوين خردو وقعها ويقردو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.